السلام عليكم البنات خياتي امهاتي الغاليات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير ومهنيين وصحتكم مليحه. وقت اللي يدخل عليكم هذا الفيديو على بالي قربت فتره الامتحانات والضغط راه غير يزيد ويكبر، لكن نقول لكم شويه كلام ايجابي وشويه نصائح باذن الله نقدروا نخلوا اولادنا يحسوا بالامان ويقدموا احسن ما عندهم بلا خوف وبلا ضغط ويتحصلوا على احسن النتائج باذن الله تعالى. المهم خياتي قبل ما تكملوا هذا الفيديو حبيتكم كامل تخليوا لنا هذيك الجام باش لا فيديو تاعنا توصل اكبر عدد من الناس ويستفادوا كامل الامهات اللي عندهم وليداتهم يقراو. خلوا لي ارائكم وتعليقاتكم اللي تهمني وتفرحني بزاف. بارطاجيو لي هذا الفيديو مع كامل الناس اللي تعرفوها، خاصه كما قلت لكم الامهات اللي عندهم وليداتهم يقراو. ونرحب بكامل المتتبعات الجدد اللي انضموا للقناه، نقول لكم مرحبا بكم خياتي، نورتوني وشرفتوني وباذن الله نكون عند حسن ظنكم. واللي راهي اول مره تشوف قناتي نقول لك حبيبتي واختي الدار دارك، واذا عجبك المحتوى اكيد ان شاء الله تشتركي في القناه تفعلي زر الجرس هكا باش يوصلك كل جديد، وباذن الله ما راحش تندمي مع اختك امل ساميه. فيديو تاع اليوم تخص الامهات بصفه خاصه ولا الاولياء بصفه عامه. على بالي راكم كامل تعانيوا من هذاك الضغط الكبير والقلق وبالك حتى خوف من النتائج. بصح كاين اللي ما على بالهمش باللي هذا الضغط تاعنا حنا كاولياء ولا حنايا كامهات راح يزيد من الضغط النفسي على وليداتنا. والطفل اصلا في هذه الفتره تاع ما قبل الامتحانات ولا فتره الامتحانات هو اصلا يكون مضغوط ونزيدوا عليه الضغط تاعنا حنايا، وهذا الضغط النفسي ما راحش يخليه يراجع مليح وما راحش يخليه يركز وما راحش يخليه يجيب النتيجه المليحه ولا النتيجه اللي تكونوا نتوما متوقعينها. على هذا جبت لكم مجموعه من النصائح ان شاء الله تتمشوا عليهم في هذه الفتره هكا باش نقصوا الضغط على وليداتكم باذن الله تعالى. اول حاجه نقولها لكم ونبقى دائما نذكركم بها واللي هي انه الدور تاعنا حنايا كامهات ولا كاولياء انه نعطيو لاولادنا الحب الكافي، نعطيو لهم الاحتواء، نعرفوا كيفاش نحتويو وليداتنا، نوجهوهم، نرشدوهم، نرافقوهم في كل صغيره وكبيره، ونرحموهم ونخلوهم يحسوا بالطمانينه. هذو هما الامور تاع الصح اللي يحتاجوهم ولادنا، ماشي لازم نضغطوا عليهم دائما. لازم نراعيو بزاف امور يحتاجوهم الاطفال، لازم نراعيو النفسيه تاع اطفالنا قبل النجاح ولا قبل النتائج. وعلى بالي باللي بزاف منكم يحسبوا الحياه هي غير قرايه ولازم بالسيف نتائج مليحه ولا بالسيف معدل مليح. هذا اكبر خطا. علاه احنا كامهات وكوالدين بصفه عامه نركزوا غير على النقطه ولا على المعدل؟ علاه ما نعرفوش ولا من نحسوش بولادنا وبالبرنامج المكثف اللي راه عندهم؟ علاه ما نخموش في الدروس ولا كميه الدروس اللي راهي عند ولادنا؟ علاه ما نخموش في الجهد تاع ولادنا والمراجعه اللي راهم يراجعوها؟ ومن بعد كي ما يجيبوش مليح نقولوا علاه ما جابوش مليح ولا ما نرضاوش عليهم. لازم نراعيو كامل الظروف خياتي، حنا كامل نحبوا وليداتنا ينجحوا، نحبوهم يجيبوا احسن النتائج ويتحصلوا على نقاط ملاح، بصح ما لازمش نبينوا لهم باللي رانا مضغوطين ورانا مقلقين ورانا خايفين عليهم. لازم نعرفوا كيفاش نتحكموا في الاعصاب تاعنا وما نبينوا لهمش كامل وما نخلوهمش يحسوا بهذاك الضغط تاعنا، لانه هذو كامل ياثروا بالسلب على نفسيه اطفالنا. ولازم نكونوا متفاهمين انه المراجعه تبدا على البكري، نولفوا وليداتنا يراجعوا على البكري. كما كنت قلت لكم في الفيديو تاع كيفاش تغيري ابنك من تلميذ فاشل الى تلميذ ناجح، المراجعه لازم تكون من بدايه العام الدراسي. اي درس يدير وليدي ولا بنتي لازم يحفظوا ونشدوا عليه، اي درس ماشي تحفيظه تاع فهمه لازم نعطيله فيه تمارينات باش غير تجي فتره المراجعه يكون عنده سهوله في استرجاع المعلومات والدروس اللي حفظها. هذه لازم نكونوا متفاهمين عليها. لازم الدور هذا تاعك انت كأم، انت اللي تعرفي كيفاش تتصرفي مع وليدك، وانت اللي توجهيه وانت اللي ترشديه وقتاش يحفظ ووقتاش ما يحفظش. ماشي كي يبقى يومين ولا 3 ايام تبداو نتوما تجروا وتجروا في وليداتكم معاكم. ونروح لكم الاول نقطه واللي هي مهمه بزاف ولازم تركزوا عليها نتوما كأمهات في هذه الفتره، واللي هي خلق
خلق الجو الهادي في البيت لوليداتنا. أول حاجة لازم نعرفوا أنه جو البيت يلعب دور كبير في نفسية الطفل. انتيا كأم حاولي تخلي وليدك يراجع في بلاصة هادية، بعيدة على الحس، بعيدة على الفوضى، بعيدة على كلش. ماشي مثلا هو يراجع ويحفظ ونلقاو التلفزيون زايد آفون، ولا هو يحفظ ويراجع وتلقاو خاوته وحده اخرين دايرين الحس وقالبين الدار بالعياط. لا لا، بالك نتوما هذا الامور تبان لكم امور عاديه وامور ما تعطوهاش اهتمام. نقول لكم باللي هذه الامور هي ثاني كتاثر بالسلب على اولادنا، لانه هذا الهدوء يعاون الطفل باش المعلومات تبقى راسخه في الذهن تاعو. ونوصيكم يا امهات، راني قريت كامل تعليقاتكم، الله يرضى عليكم، ردوا بالكم. هذه النصائح اللي راني نعطيهم لكم نتمنى تتعاملوا بهم في حياتكم اليوميه مع وليداتكم. نوصيكم على الكلام الهادي، الصبر معاهم دايما، هذيك الهضره الحلوه. نقول لولدي ولا بنتي تقدر تنجح، معليش غير خطوه بخطوه، وماشي لازم كلش يكون على ضربه، المهم يكون السعي والاجتهاد. ولازم نخلو الطفل يحس بالامان من خلال الهضره تاعنا هذيك الشابه، ومن خلال هذيك الهضره تاعنا الحلوه، باش نخفوا عليه الضغط. كل ما خف عليه الضغط كل ما تحصل على نتائج مليحه وعلى نتائج مرضيه. وكي يكونوا هما يراجعوا، الدور تاعنا احنا كأمهات انه نبقاو حريصات. الام برك تبقى حريصه على وليدها ولا على بنتها، وتفقديه في كل وقت، ما بين وقت وخوه تروحي تفقديه تشوفيه واش حفظ واش راجع ولا وين وصل في المراجعه. المهم ردوا بالكم ما نخلوهمش يحسوا بالقلق تاعنا، لانه هذا القلق راح يعود عليهم كما قلت لكم بالسلب، وبالتالي هو راح يتقلق، الطفل راح يتقلق، ما يقدرش يراجع مليح وما يقدرش يركز مليح. ونوصيكم على حاجة ثانيك اللي على بالي بلي أغلبيتكم تديروها، ديجا كنتو خليتولي في التعليقات وقلتولي بلي صح حنايا نديروها مع وليداتنا، واللي هي المقارنة. يا أمهات افطنوا وخليكم من المقارنة. وعلى بالي بلي نتوما ديروا هذه المقارنة بنية أنه باش تشجعوهم، ولا زعما الهدف منها باش تحفزوهم. بصح هذا خطأ كبير، هكا راكم تدمروا فيهم، ما راكم تديروا لهم حتى في حاجة مليحة، بالعكس راكم تزيدوا في الطين بلة. سيرتو إذا قلتي زعما لبنتك ولا وليدك، بنتك قلتي لها صاحبتك راهي حفظت كل شيء وانتي مازلتي تتفرجي، ولا صاحبتك راهي كملت كامل المراجعة وانتي مازلتي تلعبي، شفت وليد جارتنا كمل كاع الحفيظة، بقيت غير انت مازال ما درت والو، شفت صاحبك الفلاني خلاص قالت لي بلي ماما كمل كاع الحفيظه تاعو. ولا ردوا بالكم تقارنوهم بواحد ناجح عليه، هنا راح يزيد يخشن راسه، راح يزيد يشد في رايه وما يقراش وما يراجعش. لازم نتعلموا نعطيو لهم كلام ايجابي بدل هذه المقارنه، نعطيو لهم رسائل ايجابيه. نقول لهم على بالي بلي وليدي انت عنده قدرات، ولا بنتي على بالي بلي انت عنده قدرات، وحتى ولو الوقت ما راش كافي بصح على بالي بلي وليدي تقدر تنجح، ولا بنتي تقدري تنجحي باذن الله. على بالي بلي وليدي شاطر ولا بنتي شاطره وتقدر تراجع وتجيب مليح ان شاء الله. على بالي تقدر لها بنتي ولا يقدر لها وليدي ويجيب مليح باذن الله. نشحنوهم بكلام ايجابي. كوني انتي كما يقول لك الشارجر تاع وليدك، انتي شحني له هذيك الباتري تاعو. قولوا لي علاه ما تعرفوش نتوما تهضروا هذه الهضره، كلخولهم. حتى ولو وليدك مثلا ما عندوش قدرات، معليش ما يجيبش معليش، انتي كي تعطي له هذه الرسائل الايجابيه وهذا الكلام الايجابي، على بالكم باللي راح تبرمجوا لهم عقولهم بطريقه غير مباشره. خاصه اذا كانت عندكم الاستمراريه، كنتوا دائما مستمرين في هذا الكلام وما كرهتوش نهار وزوج وسمانه وسمانتين وشهر وشهرين، والله العظيم غير ولادكم راح يتعودوا على هذه الرسائل الايجابيه وهذا الكلام الايجابي، وراح يبقى في المخ تاعهم وراح يولوا كيما راكم حابين نتوما باذن الله. وخليكم من هذيك الهضره اللي ماشي مليحه تاع على بالي بك بلي ما تفهمش، وعلى بالي بك بلي ما تقراش، يا لو كان دير واش دير، واذا بقيت هكا على بالي بلي ما راحش تنجح وما راحش تقرا وما راحش تراجع. خليكم من هذه الهضره، بالعكس هذه الهضره السلبيه ولا هذا الكلام السلبي عكسوه لكلام ايجابي. دائما نعطيو لهم هذاك التحفيز بالكلام الايجابي، اشحنوهم كما قلت لكم بالهضره غير المليحه. بنتي شاطره، وليدي شاطر، انا نعرف قدراتك، على
بالي بلي تجيب مليح ومتأكدة أنه تقدري لها ولا متأكدة أنه تقدري لها وتعطي أفضل ما عندك، وقولي لهم بلي ما يهمش إذا غلطنا، المهم أنه نحاول ونتعلم. ودائما أنتيا كأم حاولي تتجنبي نتجنبوا هذاك الكلام مثل لازم تجيب أعلى نقطة ولا لازم تجيب أحسن معدل ولا لازم دائما تجيب مليح. هنا راح يزيد عليه الضغط، وكي يزيد عليه الضغط راني قلت لكم واش يصرالو، راح يعود عليه بالسلب. ولازم ندعموا ولادنا عاطفيا ونستمعوا لهم. مثلا وليدي ولا بنتي يجي يقول لي بلي ماما راني مقلق من الامتحانات ولا الحاجه جاتني صعيبه، معليش واش تقولوا لهم؟ قولوا راني معاك وليدي ولا بنتي، ما راكش وحدك. هنايا راح يبان دورك كأم بالكلام الهادي وبالاحتواء، وبالتالي راح يخلي وليدك يحس بالأمان وينقص عليه هذاك الضغط. وكل ما قص عليه الضغط كل ما تحصل على علامات مليحة وعلى علامات مرضية. ولازم ثاني نفهموا وليداتنا أن النجاح عمره لا يقتصر على النقاط فقط ولا على الامتحانات، المهم أن الطفل يجتهد ويحاول، هذا هو الصح. ولازم ثاني نعلم وليداتنا أنه طلب العلم أهم شيء، وأن التعلم بشكل مستمر هو اللي يبني المستقبل تاعهم، ماشي النقاط هي اللي تبني المستقبل تاعهم. ياما ناس كانوا ما يعرفوش يقراو وراهم ما شاء الله ناجحين. كي يولوا يعرفوا القيمة الحقيقية تاع العلم، هنا يزيد الحب تاعهم للقراية ويقل هذاك القلق وهذاك الضغط من الامتحانات. انتي كأم كوني صبورة وتكلمي مع ولادك دايما تاع وليدي ولا بنتي رانا معاك، واللي يجتهد ينجح بإذن الله. دعمي طفلك وفكريه أنه الاجتهاد هو المفتاح والباقي دايما يبقى على الله سبحانه وتعالى. وردوا بالكم ثانيك من نقطة أنه تعلموا وليداتكم الحب المشروط، ماشي مثلا كي يجيب وليدك مليح تحبيه وكي ما يجيبش مليح ما تحبيش وتقوليها له، كاين اللي يقولوها لولادهم إذا جبت مليح نحبك ونرضى عليك وإذا ما جبتش مليح ما نحبكش. لا لا، هذه أكبر غلطة. ما تعلموش وليداتكم الحب المشروط، لازم نحب وليداتنا في كامل حالاتهم. وليدي يجيب مليح نحبه، ما يجيبش مليح نحبه، بالعكس لازم نستغلوا هذا الموقف. نهار ما يجيبش مليح معليش وليدي الغالي ولا بنتي العزيزة، المرة الجاية إن شاء الله تجيبي علامات أفضل من هكا، ونستدركوا الأخطاء اللي درناهم هذا المرة ما نديروهمش الفصل الجاي بإذن الله، ما نلوموهمش، نعلموهم أنه كل ما فشل الطفل يقدر ينوض وينجح المرة الجاية. نعززوا لهم ثقتهم بنفسهم. على بالي وليدي انت درت اللي عليك وبذلت مجهود، بصح معليش ما جبتش مليح هذا المرة، معليش من أخطائنا نتعلموا باش المرة الجاية إن شاء الله ما ديرش نفس الأخطاء اللي درتهم هذا المرة. وأهم حاجة نعلموا وليداتنا ونحرصوا عليهم على الدعاء، نعلموهم الدعاء والتوكل على الله سبحانه وتعالى. هذه هي أهم النصائح اللي تقدر كل تمشي عليها في هذه الفترة، وبإذن الله والله لو كان طبقوها راح تتحصلوا على نتيجة مرضية، وليداتكم راح يتحصلوا على أحسن النتائج. هذه هي الفيديو تاعي خياتي، نتمنى ما نكونش طولت عليكم. صح مرات بالك الفيديو تجي طويلة، بصح نحب نعطيكم الفيديو بالتفصيل. أنا نقدر نعطيكم نقطة ولا زوج ولا ثلاثة هكا كما يقول لك نقاط فقط وخلاص، بصح على بالي بلي ما تفهمونيش، نحب نفصل لكم الفيديو. إن شاء الله نكون ما طولتش عليكم، وإذا عجبتكم الفيديو ما تنسوا دايما كما نقول لكم بالجام تعليق مشجع وبارطاجيو لي هذا الفيديو مع كامل الناس اللي تعرفوها. ونقول لكم ان شاء الله كنت خفيفه عليكم واستفدتوا، ويا لو كان بحاجه قليله. تهلاو لي في رواحتكم، احبكم في الله، مع السلامه، الى فيديو اخر ان شاء الله تعالى.